معلش يعني مع كامل احترامي للمقاول ميكيل ارتيتا، عايز اسالك سؤال ويقنعني، يعني هات لي اجابه ليه. معلش يعني معلش بجد، ايه اللي يفرق ارسنال الموسم اللي فات عن ارسنال وبدايته للموسم ده؟ يعني انت قول لي بجد والله العظيم. ارسنال 90 دقيقه 96 دقيقه قدام مانشستر يونايتد سجل هدف، الهدف ايه هو؟ من ضربه ركنيه. وهل الضربه الركنيه اصلا الهدف ده كان يتحسب؟ الاجابه لا، قطعيا لا، حرفيا لا. يعني انا مش فاهم بجد، الدوري الانجليزي والاسباني الاثنين دايما بيحبوا يعلقوا على بعض. الدوري الانجليزي اول جوله بتاعت ليفربول الواد بيلعب الكره بايديه والحكم نفض وكبر. الدوري الاسباني قدام برشلونه امبارح كان في كوارث تحكيميه. النهارده الكره واضحه وضوح الشمس، وضوح الشمس بجد، ان ساليبا ساند على كتف الحارس، ما تحسبش خالص. المفروض تحسب فاول اصلا للحارس ده. اي لمسه في الستة يارده يا جدعان لاي حارس ما بيصدقوا، ما بيتلككوا الحكام، بيحسب فاول، دايما فاول، والاحتكاك واضح. يعني انا بجد مش فاهم، يعني دايما بيعلقوا على بعض ليه؟ يعني ايه الفكره لما تعلي على بعض في الاخطاء التحكيميه؟ ايه يعني ايه المثير في الجدل في كده؟ والله العظيم بجد. بس يعني انا عايز اجابه، ايه اللي يفرق ارسنال الموسم ده عن الموسم اللي فات؟ والله العظيم بجد. طبعا المقاول ميكيل ارتيتا دايما بيقول لك كده في تصريحاته، احنا لازم نقعد نحفر 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 نحفر. وبعد الحفر هتحفر فين تاني؟ بالاداء اللي زي الزفت الكارثي اللي بتقدمه قدام مانشستر يونايتد، اللي كان مخلص الموسم اللي فات في المركز ال 15 او 16 وانت يعتبر كنت مخلص تاني. ايه الكارثه دي بجد؟ كارثه دي كلمه قليله بجد يا جدعان. اداء عليه مليون علامه استفهام من ارسنال. الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد، يعني انا ما توقعتش ان اليونايتد يبدا البدايه دي مع اموريم. اقسم بالله ماسك ارسنال مهزقه حرفيا، ممكن من بعد الهدف الاول او من اول الماتش، بعد كده لبس الهدف الاول وبعد كده مسك ارسنال زنقه زنق الكلاب. والله العظيم بتكلم بجد. يعني اليونايتد مع اموريم عمل حاجات انا ما تخيلتهاش. هدوء، استخلاص كرات، بيلعب كره نظيفه شويتين ثلاثه. الصفقات الجديده الواد كونيا ومبويمو عاملين قلق. فاهم حاجه؟ عارف انت اللعيبه اللي تمسك كوره دايما كده هتديك وهتلعب بطريقه مباشره على المرمى، وفي نفس الوقت لعيبه بتمتلك كواليتي عاليه زي كونيا والواد مبويمو ده. فلا، الاثنين فرقوا جدا مع الفريق. الاثنين عملوا كميه هجمات مرتده، بس للاسف في الشوط الاول ما كانش فيه عمق هجومي. يعني معلش مع كامل احترامي، انا بلعب بثلاثه و4 3 او 3 4 3 او 3 5 2، هي 3 4 3. فمعلش انا مش قادر افهم ليه مقاول متطرف شويه ناحيه الشمال. معلش، ما هو الظهير اللي هو بيلعب ده اللي اسمه مش فاكر اسمه ايه والله العظيم، مع الواد دييجو دالوت، الاثنين هم اللي اصلا بيمسكوا الاطراف. ليه ما انت بتميل معاه قوي زياده كده؟ فاهم حاجه؟ خش للعمق عشان تدي كثافه في عمق الملعب، كثافه هجوميه اكتر جوه ال 18. ما شفتش ما انت بيعمل دي بصراحه. ممكن عملها تدريجيا في اخر الشوط في اول الشوط الثاني بالظبط، ده اللي عمله بس ماونت. انما بقيه الماتش ما فيش. سيسكو والواد اماد ديالو لما نزلوا فرقوا 360 درجه مع مانشستر يونايتد. طبعا دييجو دالوت ما شاء الله بجد عليه، مش قادر يعني. الواد موبويمو كل كره بتجيله، طبعا الفريق بيجمع لاعب ناحيه الشمال ويدي العكسيه لموبويمو الناحيه الثانيه على هجمات مرتده. بيعملوا الواد بيعمل دييجو دالوت وموبويمو بيطلعوا بيروحوا 2 على 1، وموبويمو بيحطها لدالوت، ودالوت ما شاء الله 3 عرضيات اسوأ من بعض. يعني مش قادر افهم بجد. والله العظيم مزراوي لو كان بيلعب كان هيبقى احسن منه بسنين يعني، مش مشكله. اماد ديالو لما نزل هو ومبويمو الاثنين عملوا جبهه مرعبه. انا عايز اقول لك ان لولا عدم التوفيق شويه من مانشستر يونايتد، ولولا تالق ديفيد رايا في الكره اللي شالها اصلا برده من مبويمو ديت، كان زمان اليونايتد اتعادل وكان ممكن يكسب كمان. انت متخيل يعني كان ممكن يكسب؟ فبصراحه اليونايتد قدم مستوى غريب، مستوى بالنسبه لي جديد، يشجعك انك تتفرج عليه في الماتشات اللي جايه، يحسسك ان اليونايتد قادم وهيبقى ند رخم لكل الفرق الكبيره. يعني مع كامل احترام السنين اللي فاتت اترزع 7 من ليفربول، واترزع مش عارف كام من ارسنال، واترزع مش عارف كام من السيتي، كان شغال بيترزع فيه عادي وبيتلطش فيه. السنه دي الفريق بادئ بدايه قويه جدا مع الصفقات الجديده، زائد اسلوب اللعب اللي فيه شويه من التحفظ او الصلابه الدفاعيه اللي عملها روبن اموريم، اللي هو ب3 بتتحول ل5 وانت بتلعب اسلوب دفاعي، فبالتالي ما بيسيبش مساحات للخصوم بسهوله ان هم يلعبوا مستريحين. لدرجه ان ارسنال النهارده، يعني ارسنال اللي دايما بيلعب كره هجوميه وكره ممتعه ومش عارف ايه، كان سايب لهم الكره خالص، وهو اللي كان بيعمل تحولات عكسيه. متخيل يعني ايه؟ وما شاء الله عليهم بجد. بعد الهدف الثاني عملوا ارسنال ممكن على ما اتذكر حوالي 6 هجمات مرتده، مفيش هجمه واحده فيهم قدروا ينفذوها صح. هل ارسنال قدر حتى يعمل هجمه منظمه صح؟ الاجابه لا، والله العظيم بجد. انا بجد مش قادر افهم برضو ارتيتا بيعمل ايه، او حتى الفتره اللي فاتت دي كلها وفتره البري سيزون انت بتعمل ايه؟
والله العظيم بتكلم بجد. جبت المهاجم اللي انت عايزه، جبت ساكا موجود، مارتينيلي موجود، زوبوميندي كمان جبت موجود في نص الملعب، اللي انا بالنسبه لي هو لعيب كبير بصراحه مع كمان احترامي، بس اتفاجئ برتم الدوري الانجليزي برضه زي فيرتز لاعب ليفربول. بامانه هو اتفاجئ، الريتم مختلف. توماس بارتي بالنسبه لي كان بيديك صلابه اقوى من زوبوميندي، بجد توماس بارتي وحش في الثنائيات، كان وحش حرفيا. زوبوميندي مش حلو في دي على قد ما هو حلو في الجانب التكتيكي، اللعب الكوره، اللاعب الحريف اللي بيقدر يغير الملعب بكل سهوله، اللاعب اللي بيقدر يحتفظ بالكرة برضه وبيخرج بالكرة بكل سهوله. ممكن عكس شويه توماس بارتي في دي، فممكن شويه اللي بيكملها ديكلان رايس، مش مشكله. بس انا مش قادر افهم كميه علامات الاستفهام اللي تتحط النهارده على لعيبه ارسنال، سواء ساكا سواء مارتينيلي اللي ما جاش، اوديجارد 999 باص غلط. طبعا جيوكريس لسه متفاجئ برضه بريتم الدوري الانجليزي، الموضوع جديد لسه جديد عليه، ولسه اعتقد محتاج شويه وقت عشان ينسجم. نفس الموضوع نص الملعب ديكلان رايس، زوبوميندي، يعني في اخطاء كده غريبه منهم. نفس الموضوع الكره، الواد في كره كده انت لو خدت بالك منها في اخر الشوط الثاني، كره اتعملت عرضيه كونيا كان هيجيبها هدف، بس لولا الواد صليبه داس على رجل كونيا اعتقد ان هي كانت ممكن يرجع الفار فيها، بس هو معلش ما حسبش الكره اللي هي بتاعت الحارس اللي سند عليه، هيرجع في الفار دي ليه؟ ما بجد والله العظيم دايما الدوري الانجليزي بيورينا حاجات ووجوه غريبه. طبعا موبيمو بدايه بشر بالخير، سيسكو حتى لما نزل فرق جدا مع الفريق، سيسكو واماد ديالو وبويمو والواد اسمه ايه اللهم صل على النبي، اسمه ايه نسيت اسمه ده الثالث، كونيا، الاربعه مع بعض تحسهم في شويه انسجام، الاربعه مع بعض نزلوا فرقوا جامد مع الفريق. اليونايتد ممكن ينقصوا بس حته لاعب كويس جنب برونو، يعني كاسيميرو خلاص حاسه ما بقاش قادر، كبر يعني، حاسه خلاص مش قادر، حركته بقت بطيئه بزياده عن اللزوم. وجارتي برده مش نص الملعب الواو اللي يخدمك ككوره وكدستروير مع برونو فرنانديز، فمش عارف بصراحه، حاسس ان كان الفريق ده ناقصه لاعب نص ملعب تقيل قوي زي مثلا توماس بارتي كده، حد حريف كوره يخرج بالكوره بطريقه كويسه وفي نفس الوقت يكون دستروير كويس. اعتقد ده كان هيفرق جدا مع مانشستر يونايتد الموسم ده. طبعا بدايه بشر بالخير لاموريم اللي طبعا كان فيه كميه انتقادات عليه في النص السيزون اللي فات، هو طبعا كان لسه جاي في نص السيزون اللي خلص ده، بس كان في ماتشات وكان في كده بعض اللاعبين كلكم عارفين كان لسه يعني الفرقه بتنسجم مع اسلوب لعبه، فبدايه تبشر، بدايه تشجع ان الناس ترجع تاني تتفرج على مانشستر يونايتد وانه هيبقى خصم شرس قدام كل الفرق. بصراحه اتبسطت من ادائهم، اي نعم اول ما خسروا 1-0 بس النتيجه بالنسبه لي تعتبر ما كانتش عادله. ارسنال صمد طول 96 دقيقه اللي اتلعبوا، بس هرجع اقول لك في توفيق كبير حصل، وفي طبعا تالق من ديفيد رايا، فدي حاجات تانية. ممكن بس المشكله الوحيده في مانشستر يونايتد لغايه دلوقتي هي حته العمق الهجومي او اللمسه الاخيره، يعني دي مشكله كبيره قوي بصراحه، حته اللمسه الاخيره دي مشكله بالنسبه لي. طبعا ارسنال اعتقد مع الوقت ميكيل ارتيتا هيفوقهم وهيرجعوا تاني يلعبوا الكره بتاعتهم، بس الله اعلم. انا بقول لك اهو، انا مش شايف ان ارسنال اتغير عن الموسم اللي فات باي حاجه ب 2 جنيه، حتى جيوكريس جه ومفيش، ما شفناش حتى النتيجه. الله اعلم الماتشات اللي جايه ارسنال هيعمل فيها ايه، وديت يعني كانت بدايه ما تبشرش بخير. انت طبعا اللي كان هينافس على الدوري الانجليزي السنه دي كلنا عارفين، ارسنال، ليفربول، مانشستر سيتي، توتنهام بادئ بدايه كويسه، تشيلسي اتعثر، يونايتد اتعثر، ارسنال مقدم بدايه كارثيه، فاحنا ما كناش مستنيين كده صراحه. حتى تشيلسي كمان النهارده تعادل مع كريستال بالاس، الفريق اللي فايز بكاس العالم للانديه قدام باريس سان جيرمان، للاسف بيتعادل 0-0 وكان بيقدم اداء كارثي حرفيا، اقسم بالله يعني اداء لا يليق بقيمه تشيلسي البطل اللي كسب كاس العالم للانديه وكسب باريس 3-0. متخيل يعني ايه مش عارف اكسب نيوكاسل؟ فبدايه غريبه وبدايه بالنسبه لي مش كويسه. الفريق كان بيلعب كره معاقه، يمكن اللي فرق معاهم شويه الواد استافيو ده اللي نزل لسه جاي جديد، نزل حركهم شويتين ثلاثه. بالمر عليه علامات استفهام، ما جاش الماتش. بيدرو نيتو نفس الموضوع، جواو بيدرو اصلا ما جالوش كرات. يمكن الوحيد اللي كان فايق شويه هو الواد كايسيدو، يمكن الوحيد اللي لسه ماسك فورمه شويه. فيعني اما نشوف بعد كده ايه اللي هيتم. فيعني اعذرنا لو طولت عليك، انزل بقى اعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتستنوني ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.